عمت شوارع مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق الجمعة أجواء احتفالية لمشجعين متحمسين لمشاهدة مباراة بطولة كأس الخليج التي تستضيفها من المدينة، حيث تتبارى 8 دول من المنطقة. وسيشهد يوم الجمعة مباراتين، الأولى تجمع الفريقين العراقي الضيف بنظيره العماني، والثانية منتخب السعودية بنظيره اليمني الذي يسعى لتحقيق المفاجأة هذه المرة. ويبقى اليمن الفريق الوحيد من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة الذي لم يحقق اللقب بعد. شهدت مدينة البصرة العراقية الجمعة حماسا كبيرا لمشجعين توافدوا من مختلف الدول الخليجية لمتابعة بطولة خليجي 25 ومشاهدة مختلف المباريات، على غرار مباراتي اليوم الأول التي ستجمع الفريق العراقي الضيف بنظيره العماني، والثانية بين منتخب السعودية والمنتخب اليمني. ويسعى منتخب اليمن لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية هذه المرة بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في مشاركاته التسع السابقة في البطولة. كما يعد أيضا المنتخب الوحيد بين المنتخبات الثمانية المشاركة الذي لم يحقق لقب البطولة بعد. من جانبه اعتبر سعد الشهري مدرب منتخب السعودية أن تشكيلته الرديفة ستشارك في البطولة بدءا من الجمعة بهدف تحقيق اللقب. وقال الخميس في مؤتمر صحفي عشية مواجهة اليمن في افتتاح مشوار الأخضر في خليج 25: اعتمد نفس الأفكار مع المنتخب الحالي الذي يجمع بين لاعبي الأولمبي والمنتخب الأول. جئنا بطموح تحقيق اللقب، فلا فرق بين لاعب أولمبي أو لاعب منتخب أول، وفق ما نقل الموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي. وتابع حول اليمن قائلا: نحترم كثيرا، الكرة اليمنية تطورت بشكل جيد وهم جاهزون من خلال معسكر بمصر، تعادلنا من قبل ولا يمكن تعليق النتيجة.